السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا مبسوطة جدا من التعليقات بتاعتكم، ربنا يخليكم ليا ويسلم لي ذوقكم يا رب ورقيكم. اخواتي من الجزائر ومن العراق ومن مصر ومن المغرب، مش عايزة انسى حد، وكل اللي ساب لي تعليق. في اخت من المانيا واخت من فرنسا، ربنا يا رب يبارك لي فيكم. في الاول بس عايزه اقول حاجه. كذا تعليق جالي ان انا بطول في الكلام بطريقه مش حلوه، يعني اللي بيسيب تعليق بيسيبها بطريقه فيها سخريه او فيها طريقه مش كويسه في الكلام. احب اقولك بس حبيبتي، يعني ربنا يجازيكي خير، الكلمه الطيبه صدقه. انا كل اللي بطلبه كل اللي طالباه من القناه دي ان انا افيد اخواتي المسلمات واخواتي السيدات عامه يعني. فبلاش يعني الكلام الجارح. لو انت شايفاني بتكلم كتير ممكن تسيبي لي ديسلايك، ده هتعبري لي عن عدم رضاكي مثلا عن الفيديو بس بطريقه مهذبه، وفي نفس الوقت مش هتجرحي شعوري او هتضايقيني. فيعني بلاش، يا ريت نقول كلام كويس لبعض. وطبعا بشكر حبايب قلبي اللي كل تعليقاتهم بيدعوا لي، وربنا يا رب يبارك لي فيكم. كذا تعليق جالي، عايز حاجة للهالات السوداء. انا هقولك دلوقتي ان شاء الله حاجة كويسة للهالات السوداء، بس في حاجة لازم اقولها لك، معلومة يعني. وده من ضمن برضو اللي ما بيحبونيش اطول في الكلام. انا معرفش ارميلك كده الماسك واجري. انا لازم اقولك الحاجات معينة علشان لو الوصفة ما نجحتش معاكي تقدري تفهمي الاسباب اللي ما خلتهاش تنجح. يعني الهالات السوداء مثلا ممكن تكون عامل وراثي، فدي بتبقى زوالها صعب شوية. بس لو يعني استمريتي فترة أطول على الماسكات أو الحاجات الطبيعية بتخف منها كتير وبتقل، بس محتاجة صبر. في ممكن العادات غير صحية، يعني لو ما بتشربيش مية كويس وبشرتك جافة جدا، طبيعي ان هيبقى فيه هالات سوداء. في حاجة تانية برضو، انتي لو بتستخدمي كونسيلر او بتحطي حاجات تحت العين وبايدك داخله طالعه على العين بتضغطي جامد، ده غلط طبعا. لان انا سمعت دكتوره بتقول ان انتي بتفجري الشعيرات الرقيقه تحت منطقه العين، لانها رقيقه جدا فبتسيب زرق وبتسيب سمار. فده يا ريت بلاش منه. ممكن لو نمتي بالمكياج ما نضفتيش وشك كويس قبل النوم، ده برضو بيسيب هالات سوداء. عندك انيميا بيكون سبب في الهالات السوداء. يعني حاجات كتير. انتي في اضطراب هرموني، فلازم تشوفي الموضوع ناتج عن سهر، عن عادات سيئة، ده بيبقى بسهولة ان شاء الله بيروح بالحاجات دي. لكن لو ناتج عن خلل هرموني او انتي بتقعدي مع حد مدخن كتير، التدخين طبعا برضو بيكون سبب في الموضوع ده. فان شاء الله هنبتدي. انتي محتاجة ثمرة بطاطس مش كبيرة، صغيرة زي كده، ومحتاجة ثمرة خيار. هنبشرهم بالمكان الضيق ده اللي هو في المبشرة، هتبشريها كده بحيث ان احنا نقدر نستخرج منها العصير بتاعها علشان تفيدنا في الماسك بتاعنا. انا عندي العصارة بتاعت الفواكه، لو عندك حلوة قوي في استخلاص عصير الحاجات دي اللي بنستخدمها للوصفات، الجزر، الخيار، البصل، تقدري بسهولة تطلعي العصير ده. هنا هنجيب مصفى كده على الكوباية، وتحطي فيها الخيار اللي انتي بشرتيه، وتضغطي بايدك عشان نطلع العصير بتاع الخيار. انتي طبعا هتتعبي شوية لانك هتعملي الموضوع ده فريش كل يوم. لو هتحطيه في البراد اللي هي التلاجة عندنا بالمصري من تحت، يعني التلاجة من تحت التبريد العادي ده، لو انتي هتحطيها وتستخدميها على عينيكي
هتعمليها كل يوم فريش. لكن لو هتحطيها في مكعبات تلج انت تقدري تضاعفي الكميه، يعني تقدري تعملي 3 4 5 خيارات. وكمان نفس الموضوع في البطاطس علشان تاخدي العصير بتاعه. هنا ده العصير بتاع خياره واحده، طبعا مش محتاجه انا كتير، بوريكي الوصفه. وكمان علشان نستعمله فريش كده لحاجه واحده، استعمال واحد يعني. هناخد البطاطس نفس الموضوع، هتبشريها برضو بأضيق مكان في المبشرة، مش ده بيبوظ الحاجة وما بيعملش حاجة، لا ده عايزين دي. هتبشريها كده. وصيتي الكبيرة ليكي شرب المية، يعني انا قعدت فترة طويلة كرهت المية في حمل ليا، بهدل لي بشرتي، جفاف وكل حاجة، يعني كل حاجة انت ممكن تتخيليها هتحصل لك من شرب المية لو بطلتي تشربي مية. فاشربي مية كتير، هتلاقي بشرتك صحية جدا جدا، وهتتبسطي قوي بالنتيجة. نفس الموضوع على الخيار بتاعنا، وهتصفي البطاطس هتلاقي المية بتاعتها بتنزل معاكي مفيش مشكلة. وطبعا لو عصرت الفواكه هتبقى كويسة قوي معاكي وهتريحك في النتيجة. زي البطاطس كده. البطاطس جميلة جدا جدا، بتفتح جدا. حتى لو حبيتي تستعملي الحاجة دي لوشك، العصير ده لوشك برضو او ايديكي، هتلاقي ان شاء الله باذن الله نتيجة حلوة. بس كده احنا اخدنا عصير الخيارة مع عصير البطاطس اللي هي البطاطا، يعني ساعات في دول عربية بتسميها البطاطا. انتي عندك طريقتين، يا اما تحطي دي في البراد العادي من تحت مش في الفريزر، وبعد لما تحطيها بقطنة زي كده وتنزليها وتحطيها على العين، يعني على عينك كلها كده وتحطيها، بس يكون العصير يكون ساقع، يكون بارد جدا، وتحطيها على العين. تكرري الموضوع ده، يعني تفضلي تعملي كده تبليها وتحطيها على عينك لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة، ان شاء الله هتحصلي على نتيجة حلوة جدا. واما انتي لو عايزة الموضوع يبقى اسهل شوية هتعملي كده، ويبقى عندك مكعبات، تقدري مكعبات تلج، يعني ده تلج عادي، هيبقى المكعب كده هتمسكيه بعد لما الخليط ده يجمد، هتمسكيه وتمشي كده تحت عينيكي وفوق عينيكي على الهالات، لغاية ما يعني تعملي مثلا مكعب لكل عين مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. هتفضلي تمشي كده على الهالات، هتلاقي ان شاء الله نتيجة حلوة. بس نصيحتي ليكي تداومي 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 على الوصفات دي، لان معظم البنات او السيدات اللي ما بتنفعش معاهم الخلطات دي ما بيداوموش على الحاجة دي، يعني بيعملوها مرة يومين 3 ويقولوا لا ما نفعتناش، لا ما جابتش نتيجة. ده مش هينفع، لازم تداومي. لو داومتي ان شاء الله ان شاء الله اسبوعين وهتلاقي نتيجة حلوة، يعني انت النتيجة هتبتدي تشوفيها. بس انا عايزة اقولك ان النتيجة اللي هتفرحك بإذن الله وبأمر الله وحده بعد اسبوعين. وانت بقى بتعملي المكعب كده على عينيكي، انت قاعدة فاضية اهو ما وراكيش حاجة، استغفري ربنا، سبحي ربنا، ودعوة حلوة ليكي كده ان ربنا يزيل عنك الموضوع ده ويجملك لزوجك او لخطيبك او لزوج المستقبل ان شاء الله. يا رب اكون افدتكم
ان شاء الله الوصفه دي هتنفعكم. معلش بس عايزه اجاوب على حاجه. الاسئله كتير جدا 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 جات لي على فيديو المقشر. في سيدات بتقول انها حامل ينفع تستعمل المقشر ولا لا. انا بقول لها لو انت بتستعملي المعجون عادي بتغسلي بيه اسنانك وفمك، يعني ان شاء الله مش هيأذيكي، بس الاحسن انك تجربي على جزء بسيط من وشك. لو لقيتيه معاكي اوكي، بشرتك مش حساسه او في مشكله، كملي. اعملي مره واحده في الاسبوع، يعني انا بقول لكم اعملوه مره واحده في الاسبوع. لازم المرطب بعد المقشر. ما عندكيش مرطب او اي كريم مرطب، مش لازم يعني تعملي الخلطه الكريم اللي احنا عملناه. الكريم اللي احنا عملناه ممتاز، بس لو ضاقت يعني ومفيش، خلاص استعملي اي كريم مرطب عادي. حطي او حطي قناع عسل نحل بديل يعني للكريم المرطب بعد المقشر. هتشوفي ان شاء الله نتيجة حلوة، لان احنا عارفين ان المقشر بينظف البشرة وبينظف المسام وكده، فاحنا عايزين حاجة بقى ترطبها وتطريها كده وتخليها جميلة. يا رب اكون افدتكم وما طولتش عليكم، وما تزعلوش لو حد متضايق مني اني بطول. معلش انا بحب اوصل المعلومة وده اسلوبي. لو مش عاجبك اسلوبي يا حبيبتي نورتيني وشرفتيني، وتقدري تسيبي لي ديسلايك لو انا مش عاجباكي، بس بلاش التعليقات الجارحه. وصلوا على النبي واذكروا ربنا، وان شاء الله تكونوا في اجمل واتم صحه يا رب العالمين. السلام عليكم، هتوحشوني.